كان المفروض احدد انا اتكلم عن اي توهان بالظبط، بس انا بتكلم عن التوهان كله عامه. انت مش عارف المفروض تبقى ايه، ومحدش عارف المفروض انت تبقى ايه. اللي انا عرفته من خبراتي ومن تعاملي مع الناس في الحياه ان انت المفروض هتعرف انت المفروض تبقى ايه قدام مش دلوقتي. لا، انت المفروض تجرب كل حاجه. في اخ وصديق عزيز عليا جدا كان قاعد من 3 4 5 ساعات كده هنا بالظبط، هو هيشوف الفيديو ده عامة وهيعرف تعرف منين انت عايز ايه، او انت بتحب ايه، او عايز تشتغل ايه، او هكذا. ساعتها انا قلت له، انا هتكلم بقى، انا خلاص قلت له. فانا ساعتها الحل ان انت، او اللي انا شايفه حل يعني عامة، مفيش قانون، ان انت تجرب كل حاجة تيجي قدامك. مش لازم تخش فيها قوي، بس تجرب. مثلا مجال زي، انا هتكلم في مجال انا بفهم فيه، مثلا مجال زي الفن وكده. جرب ترسم بورتريهات، لو ترسم بني ادمين يعني بوشها وكده. جرب ترسم خط عربي، جرب ترسم لاندسكيب اللي هو مناظر طبيعية وكده. جرب كل حاجة، بعد كده قرر انت حاسس نفسك في ايه اكتر. ده في مجالي فعلا الدكاتره كانت بتقول لي الموضوع ده، فانا اخدت الموضوع ده في الحياه برضه. طب ليه ما اجربش كل حاجه في الحياه؟ انا عملت كده فعلا، جربت حاجات كتير في الحياه كمجال وكمجالات وشغل وكده. جربت حاجات كتير قوي، ما لقيتش نفسي غير في مجال واحد او كذا مجال، بس كلهم بيربطوا بعضهم ببعض. يعني انا اقدر استفيد من ده وده. المونتاج اتعلمته، بعد كده اتعلمت مش عارف ازاي اعمل مزيكا، بعد كده اتعلمت ازاي مش عارف اصور، بعد كده اتعلمت ازاي انا ما اعرفش اعمل ايه وايه وايه وايه، فربطتهم كلهم ببعض بقيت اعمل فيديوز مثلا. بس انا في الطبيعي انا جرافيك ديزاينر، برضو اتعلمت المونتاج واتعلمت مش عارف ايه وايه، وربطتهم كلهم ودخلتهم في شغلي وهكذا. فاي حاجه، اي مجال انت بتتعلمه هيفيدك. فده اللي بتكلم عليه، كله بيبقى متراكم على بعضه، متراكم مش عارف، كله بيبقى متراكم على بعضه، اللي هو ده بيكمل ده بيكمل ده. فممكن ده بيزود التوهان شويه، اللي هو انت مش عارف بقى، تفضل واقف بقى والحاجه كلها حواليك. طب انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اروح فين؟ طيب المفروض ان انا بعد كده اشتغل ده ولا ده ولا ده ولا ده. ده شعور جالي برضو، فساعتها سبتها على ربنا. ان عامة كده كده احنا بنسيب كل حاجة على ربنا، بس احنا المفروض بنسعى. جدتي قالتها لي قبل كده، قالت لي ما تجيش تدعي الا ربنا، او ما تدعيش ربنا غير لو انت بتعمل اللي هو طالبه منك، اللي هو ايه؟ تصلي، بتحترم الناس، بتحترم، يعني بتعمل كل حاجة ربنا طالبها. وربنا طالب حاجات يعني حاجات بسيطة، حاجة يعني مش طالب ان احنا نعمل معجزات، لا. هو طالب ان احنا نعمل حاجات بسيطة، حاجات بسيطة ما بتاخدش في اليوم حاجة. تضحك مثلا في وش حد بدل ما انت بتكشر، حاجة بسيطة، حاجة مش هتاخد حاجة اصلا من وقتك. انت كده كده يعني كده عادي، انت كده كده بتقابل الشخص ده فبتضحك في وشه. مثلا ان احنا نصلي، حاجة ما بتاخدش حاجة في اليوم، 5 دقايق في اليوم، 10 دقايق، على حسب انت بتصلي ازاي، بس الأحسن انت تصلي ببطء عامة. ده مش انا المفروض اتكلم في الموضوع ده، بس دي نصيحة يعني. طبعا حاجات بسيطة قوي ممكن نعملها. فهي قالت لي انت ما تجيش تطلب من ربنا، او اطلب منه عادي يعني، ربنا بنطلب منه في اي وقت، بس ما تجيش بقى تبقى وانت بتطلب تقول انا ليه ما تحققليش الرغبة دي. طب انت بتعمل ايه ربنا طالبه عشان الرغبة دي تتحقق؟ انت المفروض تسعى. اول حاجة تسعى تعمل اللي ربنا طالبه منك، بعدها ربنا هيديك. حتى لو انت مطلبتش، هو ربنا بيبقى عارف احنا محتاجين ايه، فربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه مش اللي احنا عايزينه. لا، في فرق كتير بين اللي انت محتاجه واللي انت عايزه. انت ممكن تكون محتاج ايفون 16 برو ماكس ومش عارف ايه، ربنا مش هيديك ايفون 16 برو ماكس. ربنا ممكن يديك شغل يخليك تجيب الايفون اللي انت عايزه. في مثل برضه زي كده بيقول ما تدينيش سمكة، اديني سنارة وعلمني الصيد، حاجة زي كده. ففعلا يعني ليه تديني سمكة جاهزة مش هتعب فيها بدون أي شيء، لما انت ممكن تديني الخبرة والمهارة او الصبر او ايا كان اللي هيخليني اجيب الحاجة دي بايدي. فساعتها هقدر تمن الحاجة، وهقدر النعمة، وهقدر كل حاجة. دي الفكرة. في ناس كتير مش فاهمة ان انت بتطلب من ربنا، ربنا بيديك اللي انت محتاجه مش اللي انت عايزه، بيديك اللي انت المفروض تاخده مش اللي انت المفروض، او انت بعقلك الساذج شايف ان انت عايزه. في ناس كتير شايفه ان هي انا عايزه فلوس وعايز عربيه وعايز وعايز وعايز. مش محتاج كل ده، انت محتاج ان انت تبقى مرتاح او كويس او صحتك كويسه بس. واحنا محتاجين ايه في الدنيا غير ان احنا، او احنا جايين ليه في الدنيا اصلا غير ان احنا نعبد ربنا ونهتم بالنعمه اللي هو مديها لنا اللي هي صحتنا وكده. انا المفروض اقول الكلام ده لنفسي 1000 مرة. أنا مش بهتم بصحتي خالص، بس أنا بدأت
الحمد لله بسعى في ان انا اهتم بصحتي. ربنا مديك نعمه المفروض تشكره عليها، انت ممكن مش شايف النعم دي. في ناس بتقعد مثلا في البيت قافله عليها النور وقاعدين مكتئبين وكده، يقول لك لا انا مش مبسوط وهكذا. بس انت المفروض تتبسط ان ربنا مديك نعمه ان انت عندك بيت مثلا. دي نعمه مش عند ناس كتير، انت لو بصيت في الشارع هتلاقي دي نعمه مش عند ناس كتير. ربنا مديك نعمه ان انت عايش، عايش، لسانك لسه شغال، مخك لسه شغال، عينك لسه شغاله، تقدر تذكر ربنا بيها او تقدر تعمل العبادات اللي ربنا امرك بيها بالصحه دي. في ناس ما بتقدرش تعمل عبادات ربنا، في ناس ما بتقدرش تسجد، في ناس ما بتقدرش تصلي، في ناس ربنا يشفيهم مشلولين ما بيقدروش يصلوا، فبيصلوا ما اعرفش بيصلوا بصراحه ازاي. انا ما دخلتش في الموضوع ده قوي، واتمنى ان انا اقدر اوصل ان انا اعرف الموضوع ازاي، لان نفسي اشتغل في دار مسنين عامه، او اشتغل في دار رعايه وكده اللي هو بيساعدوا الناس كده. انا بحب اساعد الناس جدا، فنفسي اشتغل في حاجه زي دي. وده اذان الفجر كان المفروض احنا صايمين دلوقتي. فموضوع التوهان ده المفروض طبيعي، المفروض معرفش، انا ما شفتش فيديو بيتكلم عن الموضوع ده بصراحه. انا مش عارف اخد خبره من حد، ممكن اشتغل مع حد في الموضوع ده، مش فاكر والله كان طالع. موضوع التوهان ده اللي عارفه ان هو طبيعي، بس احيانا بيبقى زياده عن اللزوم. لو انت تايه بزياده، انت تايه لو انت كده انت مش عارف المفروض تعمل ايه. بتحصل لي كتير وانا راجع خلاص هنام او بنام عشان اروح الشغل بكره، بفضل قاعد بالثلاث اربع ساعات، حرفيا بالثلاث اربع ساعات قافل النور قافل عيني وقافل كل حاجه وقاعد بفكر. بس انا فعلا ببقى قاعد بفكر، بس كنت ما انا تايه مش عارف انا ماشي صح انا ماشي غلط، المفروض ان انا اعمل كده. طب كان في حاجه المفروض كنت اعملها وانا ما عملتهاش، في الاخر مش بوصل لحاجه. فمش عارف هل شعور التوهان ده يعني مش عارف شعور التوهان ده بيفضل معانا لحد امتى. هل في ناس اكبر مننا، اكبر من السن اللي احنا المفروض فيه وتايهين؟ يعني في الافلام كنت بشوف الموضوع ده، بلاقي ناس فعلا كبيره تايهه. بس هل ده بجد؟ هل فعلا في ناس، انا شفت ناس كده فعلا بس هم مش تايهين، هم عايزين كده، يعني هم حابين اللي هم فيه. فهل فعلا في ناس تايهه ومش عارفه تهرب، او مش عارفه تهرب من الشعور ده، او مش عارفه تعمل حاجه في حياتها وهي حاولت؟ انا ما اعرفش. أنا يعني قصص النجاح اللي بشوفها كلها بحب اتفرج على قصص النجاح بتاعت الناس عامه، بحب استلهم منها. فهل فعلا في ناس تعبت حاولت على قد ما تقدر وما وصلتش لحاجه؟ الفكره دي كل ما تيجي في دماغي بتخوفني. يعني انا ممكن فعلا اتعب واروح وافكر واجي واعمل 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 وفي الاخر ما اوصلش لحاجه، او اوصل لطرف الحاجه، احط رجلي بس على حاجه بعد كده بيو بتطير. مش عارف. اصل احنا كتير، احنا كتير في الحياه، كلنا مختلفين عامه، صعب تلاقي. يعني ما بحبش لما يجي حد يقول لي كان في حد بيفكرني بيك كان اسمه كذا كذا مش عارف ايه كان زيك بالظبط، ببقى عايز اقول له لا مفيش حد زيي ومفيش حد زيه، كلنا مختلفين. بم... يعني حتى لو فرق بسيط كلنا مختلفين اكيد. لو احنا مثلا، لو فرضا احنا قاعدين في مكان كلنا احنا مليون، المليون دول في منهم 100 نجحوا، فهل ده معناه ان الباقي المليون دول ما حاولوش، ولا حاولوا وربنا ما وفقهم، او حاولوا وقربوا بس فشلوا؟ هل انا دايما يعني دايما كنت بقولها لاصحابي وكده، يعني مش كلنا المفروض نبقى ليدرز، مش كلنا المفروض نوصل للنجاح المبهر، مش كلنا. لان زي ما ربنا خلى فيه دكتور خلى فيه عيان، في حاجات بتشغل حاجات. يعني مثلا احترامي طبعا لكل المهن، مثلا اللي بيشتغل سباك مثلا، قال لو هو مش موجود او مهنته مش موجودة، طب مين اللي هيعمل ده؟ مين اللي هيقدر يفهم مثلا لو في حاجة مسدودة أو كده مين هيقدر يعملها؟ دي مهنة مهمة عامة، لأن أي مهنة مهمة، أي مهنة مهمة. موضوع إن أنا بغير مواضيع كتير أو مش بتكلم في التوبيك اللي أنا عايز أتكلم فيه ده يدل إن أنا فعلا تايه أو مشتت أو أيا كان. أنا آسف إن أنا برضه بخش في مواضيع كتير وبتلجلج كتير، إن أنا برضه مش دماغي فيها حاجات كتير أوي، دماغي فيها حاجات كتير أوي، دماغي فيها حاجات كتير أوي جايبالي صداع. مثلا انا حاولت تعبت في كذا حاجه، هل انا هنجح بالقدر اللي انا عايزه، بالنجاح اللي انا عايزه؟ نجاحي مثلا انا بشوف مقياس نجاحي ان انا اقدر اغير حاجه، اقدر اغير حاجه ان شاء الله اخلي حد مبسوط. انا بالنسبه لي ده نجاح. نجاح ان انا مثلا حد يفتكرني يقول انا افتكرت احمد واتبسط، او افتكرت احمد وهو علمني حاجه حلوه وعلمني حاجه فادتني في حياتي ومش عارف ايه. ده اللي انا عايزه، انا فعلا ده اللي انا عايزه، ان انا لما الناس فاكراني بحاجة حلوة علمتها لهم أو شافوها مني أو اديتهم حاجة كويسة، عملت أثر. يعني ده اللي أنا عايزه، إن أنا عايز أعمل أثر حلو. مش فارق معايا خالص إن أنا أجيب فلوس خالص. أي نعم لازم الحياة كده، بس برضو مش هدف أساسي عندي، بس بشتغل عليه برضو. ممكن محدش يفهم إن أنا قصدي عليه، بس أنا قصدي إن أنا في هدف أساسي أساسي اللي هو ده
اللي بتمحور حواليه حياتي كلها، وفيها اهداف حواليه فرعيه. هدفي الاساسي ان انا اسيب بصمه حلوه، والاهداف التانية اللي هي الفرعيه ان انا اعمل كارير، وان انا مش عارف ايه، واخلي اهلي مبسوطين، واخلي اهلي يرتاحوا من كل حاجه، واساعدهم، والحاجات الحلوه اللي كلنا في دماغنا دي، عربيه وبيت وايه والكلام ده كله. هل شعور التوهان ده بيهدى مثلا الناس اللي نجحت وكده؟ ان في ناس اكيد نجحت كتير وكانت بتفكر بنفس الفكر بتاعي ده، او تايهه برضه زيي، فهل الناس دي لما نجحت شعور التوهان ده راح منها، وانا لسه بيتوهوا لسه برضه مش عارفين هم صح ولا لا؟ طب هل شعور التوهان ده اصلا شعور طبيعي المفروض تفضل تحس بيه، ولا هل هو شعور فترة معينة؟ مش قادر أعرف صراحة، ومش عارف مين هيجاوبني على الأسئلة دي. مين أصلا هيتفرج؟ أنا بصور بقالي 45 دقيقة، فمش عارف مين هيجاوبني على الأسئلة دي كلها، مين عنده الخبرة الكافية إن هو يجاوبني على الأسئلة دي. مش عارف امتى شعور التوهان ده يروح، مش عارف امتى الانسان هيبدا يحس ان هو لقى نفسه. ناس صحابي يقولوا لي انت لقيت نفسك وكده. لا انا ما لقيتش نفسي، يعني ممكن يبان ان انا لقيت نفسي بس انا ما لقيتش نفسي، بس مش عارف انا المفروض ابقى ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. كلنا عندنا شخصيات كتير، ده بالشيزوفرينيا او الحاجات الامراض دي لا، او كلنا عندنا شخصيات كتير لان كلنا عندنا حب وكره وغضب وحزن وفرح وكده، فكلنا عندنا مشاعر كتير وهكذا. مش قادر اعرف انا المفروض اني حد، يعني احمد اللي في المستقبل لو هو بيتفرج على الفيديو ده ووصل لحاجه كويسه، فانا فخور بيه جدا، انا فخور بيه جدا. عايز احط الحته دي في اول الفيديو لو ينفع، لو انت يا احمد يا اللي بتعمل مونتاج افتكرت او شفت الحته دي، حط دي في اول الفيديو.